اليوم الثاني من اجتياز امتحان تقييم كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بفاس. الامور الحمد لله تمر في احسن الظروف، في ظروف سلسه. هناك التعبئه ابتدانا اليوم امس 4 فبراير مساء بالنسبه للقانون الخاص، واليوم صباحا الان مرت الماده الاولى اللي هي ماده قانون الاسره. الان احنا في الماده الثانيه اللي هي الماليه العامه. الحمد لله الامور تمر في ظروف جيده وسلسه في اطار التعبئه من طرف عماده الكليه، من طرف اداري الكليه، من طرف الاساتذه. ونغتنم الفرصه باش نقدم ايضا الشكر للطلبه الحضور ديالهم، وبالنسبه للمواكبه ديالهم والمواظبه ديالهم في ظروف جيده. وفي نفس الوقت تنحثهم على المزيد من الاجتهاد والمواظبه لان تكون النتائج في احسن الظروف ان شاء الله، ونتمنى للجميع ظروف جيده. نحن اليوم في اطار اجواء الامتحانات بعدما انطلقت بالامس امتحانات الدوره الخريفيه العاديه. هناك انخراط جدي والجنيد بالنسبه لاداره المؤسسه، سواء بالنسبه للسيد العميد او الساده النواب العامين، السيده الكاتبه العامه والساده رؤساء الشعب ومنسقي المسالك، وانخراط جدي كذلك بالنسبه للاساتذه في اطار تغطيه مراكز الحراسه. نعتقد بان هناك انطلاق الامتحانات في جو جد متميز، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبه ان شاء الله في هذه الدوره. السلام عليكم، اسم ديالي فاطمه الزهراء، طالبه الحقوق. اليوم انطلقت اول ايام امتحانات بالنسبه لي اس 3. الحمد لله داز داكشي على ما يرام. دوزنا الموديل ديال الاسره الماليه، الحمد لله داكشي اللي وجدنا عليه لقيناه والامور تيسرت الحمد لله. الا عندك شي ميساج تبغي توجيه للطلبه؟ الميساج ديالي للطلبه هو من زرع حصد. يعني انت كطالب دير المجهود ديالك والكمال على الله، وكنتمنى لكم التوفيق كاملين ان شاء الله في المسيره ديالكم. الامتحانات دازت بشكل جيد، وداكشي اللي حضرنا له هو اللي كان في المتناول. يعني الامتحانات دازت في اجواء يعني رائعه، بخصوص حتى من حضور الاساتذه الجامعيين اللي نظموا هذه المسيره ديال هذه التظاهره يعني في المجال الدراسي. وهذا الشيء يعني حنا كطلبه يعني كيفرحنا وكيشرفنا اننا ننتمي الى هذه الكليات الحقوق.